انتوا شايفين الصورة دي؟ الصورة دي بتضم 3 ديانات مختلفة. فليلى مراد يهودية الأصل، ونجيب الريحاني مسيحي، وأنور وجدي مسلم. وعايز أقول لكم إن في بدايات القرن اللي فات كان اليهود كانوا جزء من طبقات الشعب المصري، وساهموا في نهضة السينما المصرية في بدايتها. ولحد سنة 1948 كان اليهود موجودين في مصر، بيتاجروا وبيشتروا وبيبيعوا ومفيش أي مشاكل خالص، لحد ما جت حرب فلسطين. ساعتها في منهم اللي خرج من مصر وأظهر خيانته، ومش كده وبس، ده كمان في منهم اللي اشتغل مع الموساد، زي ما حصل مع الفنانة اليهودية رائية إبراهيم، واللي حفيدتها قالت إنها ساعدت الموساد في مقتل عالمة الذرة المصرية سميرة موسى. وسبحان الله، فأختها عكسها تماما، وهي الفنانة نجمة إبراهيم، واللي استمرت في مصر وأسلمت، وكمان قدمت تبرعات للجيش، وكتبت في وصيتها إنها تدفن في مصر. وفي الحلقة دي هعرض لكم مجموعة من الفنانين اليهود المصريين، في منهم اللي خان بلده، ومنهم اللي رفض الخيانة مطلقا وتمسك بمصريته وعربيته ورفض تهويده. بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو انت اول مرة بتشوفني في القناة ما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. ويلا بينا نبدأ على بركة الله. ليلى مراد من مواليد 17 فبراير 1918. اتولدت ليلى في الإسكندرية لأسرة مصرية يهودية، وكان اسمها ليليان زكي إبراهيم مراد مردخاي. أمها اسمها جميلة إبراهيم رشو، وهي يهودية مصرية. اتعلمت ليلى الغناء على إيد أبوها زكي مراد، وسجلت اسطوانات بصوتها سنة 1937. وفي بداية إنشاء الإذاعة المصرية قدمت أغاني مميزة للإذاعة، أشهرها أنا قلبي دليلي. في بدايتها في السينما اشتغلت مع المخرج توجو مزراحي، واللي برضه كان يهودي الأصل، وأخرج لها 5 أفلام ورا بعض. وبالرغم إنها اتقابلت مع ممثلين كتير زي عبد الوهاب ومحمد فوزي ويحيى شاهين، إلا إنها اختارت الفنان أنور وجدي علشان يكونوا ثنائي ناجح جدا، وقدموا مع بعض 11 فيلم، أشهرهم ليلى بنت الفقراء، وغزل البنات، وقلب دليل. وفي سنة 1946 وبالتحديد في شهر رمضان أشهرت ليلى مراد إسلامها في مشيخة الأزهر على إيد الشيخ محمود أبو العيون، واستمرت على الدين الإسلامي لحد ما ماتت سنة 1995. واتجوزت الفنانة ليلى مراد من الفنان أنور وجدي أثناء تصويرهم فيلم ليلى بنت الفقراء، واللي كان من إخراج أنور وجدي وبطولته. واستمرت الجوازة دي ما بينهم 8 سنين، لكنهم انفصلوا عن بعض علشان تتجوز من بعده وجيه أباظة، وده واحد عسكري وقيادي مصري وعضو في حركة الضباط الأحرار. بس الجوازة دي كانت في السر، وده بسبب إن عيلة وجيه أباظة كانت ممانعة الجوازة دي. بعد انفصالها عن وجيه أباظة اتجوزت من المخرج فطين عبد الوهاب، واللي خلفت منه ابنها زكي فطين عبد الوهاب. واستمرت ليلى مراد على إسلامها لحد ما ماتت سنة 1995، بعد ما تم تكريمها في أكتر من مناسبة فنية. إبراهيم من مواليد سنة 1919، وبتنتمي لأسرة يهودية من حارة اليهود. ولما وصل سنها ل 18 سنة اكتشفتها الفنانة بهيجة حافظ لما ظهرت معاها في فيلم ليلى بنت الصحراء. اسمها الحقيقي راشيل إبراهيم ليفي. كانت شهرتها في فترة الأربعينات والخمسينات من القرن العشرين، وتعلمت في المدارس الفرنسية في مصر. بعدها دخلت كلية الآداب واتجوزت من مهندس الصوت مصطفى والي. وبعد نجاح ثورة الضباط الأحرار سنة 1952 طلبت الطلاق منه. بعدها سابت مصر خالص وسافرت للولايات المتحدة الأمريكية واستقرت هناك، واتجوزت من رجل أعمال يهودي واشتغلت سفيرة للنوايا الحسنة لدولة إسرائيل. وبعد وفاة رائية إبراهيم تم اتهامها بالمشاركة في اغتيال عالمة الذرة المصرية سميرة موسى. واستمرت رائية إبراهيم على ديانتها اليهودية لحد ما ماتت سنة 1977 في الولايات المتحدة الأمريكية. والأغرب من كل ده إنها لعبت دور كبير في تشجيع يهود مصر على الهجرة لإسرائيل بعد حرب 48 وقيام دولة إسرائيل. والغريب إنها رفضت إنها تشارك في فيلم بتقوم فيه بدور بدوية بتخدم الجيش المصري اللي بيستعد لحرب فلسطين. وكمان رفضت رئاسة الوفد المصري في مهرجان كان علشان هي يهودية، والأمر ده أغضب منها ناس كتير، أدى إلى ابتعادها عن الوسط الفني. توجو مزراحي اتولد في سنة 1901 في مدينة الإسكندرية لأسرة يهودية غنية جدا من أصول إيطالية. كانت البداية له لما سافر يدرس الاقتصاد في فرنسا، وبعدها سافر لإيطاليا، لكن حبه الشديد للفن خلاه يشتري كاميرا تصوير سينمائي علشان يتعلم عليها الفن، ورجع بالكاميرا دي لمصر. وبسبب ان نطق اسمه كان تقيل على لسان الناس
فقرر إنه يغير اسمه من توجو مزراحي لأحمد المشرقي. قدم للسينما المصرية شخصية شالوم واللي قام بدورها الفنان ليو أنجل، وبسبب نجاح شخصية شالوم تم تغيير اسم ليو أنجل إلى شالوم. الغريب في شخصية شالوم اللي قدمها توجو للفن هو إنها بتظهر الشخص اليهودي على إنه شخص عادي، ومش هو ده الشخص الأخنف أو البخيل وغيرها من الصفات اللي كان متعارف عليها للأشخاص اليهود في الوقت ده. قدم توجو للسينما أعمال كتير، منها الساعة 7 وسلفني 3 جنيه ونور الدين والبحارة 3، وقدم مع ليلى مراد أفلام كتير بتحمل اسمها زي ليلى بنت الريف وليلى بنت مدارس. وفي سنة 1948 وبعد هزيمة الجيش المصري تم توجيه تهمة لمزراحي بالتخابر لدولة إسرائيل. في الوقت ده كان الجو العام ضد كل ما هو يهودي، فاقترح عليه أهله وأصدقائه بالهجرة لإسرائيل، ولكنه رفض تماما، وبدل ما يهاجر لإسرائيل اختار إنه يهاجر لإيطاليا، وكان من أشد الناس اللي رافضة قيام دولة إسرائيل، واستمر في إيطاليا لحد ما مات سنة 1986. موريس زكي مراد الشهير بمنير مراد اتولد في سنة 1922، وهو أخو الفنانة ليلى مراد. كان بيحب الفن جدا، وسبب شهرته هو إنه أخو الفنانة ليلى مراد وجوزها الممثل أنور وجدي. بدايته كانت تقليد الفنانين، بعدها انطلق إلى عالم السينما والتلحين، واتجوز منير 3 مرات. المرة الأولى كانت من بنت يهودية إيطالية، وخلف منها ابنه الوحيد زكي. بعدها اتجوز الفنانة سهير البابلي، واستمر الجواز بينهم 9 سنين، وبتعتبر سهير هي حبه الحقيقي. واللي بيتقال إن منير مراد أعلن إسلامه علشان يقدر يتجوز من سهير البابلي، لكن بعد وفاته قالت الفنانة سهير البابلي في أحد اللقاءات إن منير كان صادقا جدا في إسلامه، وإنه ما أسلمش علشان يتجوزها، ولكن حبه للإسلام هو السبب في إنه يغير ديانته من اليهودية إلى الإسلام. ولكن بسبب الخلافات الشديدة بينهم اتطلقوا علشان بعد كده يتجوز من واحدة اسمها ميرفت شريف، واللي بتعتبر أخت الفنان تامر حسني الغير شقيقة. وفي سنة 1981 وأثناء انشغال الشعب المصري بوفاة الرئيس السادات مات منير مراد. في الوقت ده عيلته ما كانتش جاهزة المقابر بتاعته، فدفنوه في مقبرة عبد الحليم حافظ، وما حضرش جنازته إلا أشخاص قليلين جدا والمقربين له، وده بسبب انشغال معظم الناس بوفاة الرئيس السادات. كاميليا اسمها الحقيقي ليليان فيكتور ليفي كوهين، اتولدت سنة 1919 لأسرة مصرية يهودية. أمها إيطالية الأصل اسمها أوليجا لويس أبانور، اتقال إنها حملت سفاحا، والأب الشرعي لكاميليا غير معروف. بعدها اتجوزت أم كاميليا من جواهرجي يوناني غني اسمه فيكتور ليفي كوهين، وهو ده اللي كاميليا حملت اسمه. وفي سنة 1946 شافها المخرج أحمد سالم وأعجب بيها، وعرض عليها إنها تشتغل في السينما، ومن شدة جمالها فكتير من الفنانين كانوا عايزين يرتبطوا بيها زي الفنان أنور وجدي. بدأت قصة كاميليا لما دعاها مدير ترفيه الملك فاروق على سهرة عشاء مع الملك، وساعتها حصلت علاقة عاطفية وأحبها الملك فاروق، وعرض عليها السفر إلى فرنسا أو سويسرا علشان يتجوزوا هناك، واشترى لها قصر في أحد الجزر اليونانية. ولما عرفت المخابرات الإسرائيلية بعلاقتها بالملك حب إنهم يستغلوها بحكم يهوديتها، وقرروا إنهم يجندوها معاهم علشان تجيب لهم أخبار عن الملك فاروق. وفي سنة 1950 صح الشعب المصري على خبر سقوط أول طائرة مصرية في الساعة 4 الفجر، وكانت كاميليا من ضمن الركاب، وتم العثور على جثتها متفحمة في الصحراء. واتقال ساعتها إن الحادثة كانت مدبرة بسبب علاقتها بالملك والموساد، لأنها نقلت أخبار حربية عن الملك فاروق للموساد أثناء حرب 48. ولحد الآن ظل لغز مقتل الفنانة كاميليا من الألغاز اللي محدش عارف ليها حل. كيتي فوتراكي، فاكرين فيلم عفريتة إسماعيل ياسين؟ هي دي كيتي اللي هنتكلم عليها دلوقتي. اتولدت كيتي في سنة 1931 لعيلة يونانية، وفي فترة الخمسينات كانت من أشهر نجوم الفن في الوقت ده. ولكن بعد ما كتب الجاسوس المصري رفعت الجمال مذكراته وقال فيها إنه كان على علاقة مع فتاة يهودية اسمها كيتي، بعدها اختفت كيتي تماما عن الأنظار، وبيتقال إنها رجعت لبلدها اليونان ومثلت هناك بعض الأعمال لحد ما توقفت تماما سنة 1980. ساعتها الكل قال إنها ماتت، لكن ظهر شخص في سنة 2020 وقال إنه متزوج من أحد أفراد عائلة كيتي،
وإنها لسه عايشة وبتتمتع بصحة جيدة. ولحد دلوقتي محدش يعرف إيه هي قصة كيتي الحقيقية، بس الكل بيرجح إنها كانت شغالة جاسوسة لصالح الموساد، وإنها هربت قبل ما يتم محاكمتها. نجمة إبراهيم أو بوليني أوتيون اتولدت سنة 1914 في القاهرة لأسرة يهودية، وهي أخت الفنانة رأية إبراهيم واللي اتكلمنا عليها في البداية، بس الحقيقة إنها غير أختها خالص. فرأية إبراهيم خانت بلدها ووطنها وباعته بأرخص الأثمان، أما نجمة إبراهيم فكانت مثال للمرأة المصرية الصادقة في حبها لبلدها. كان أهم أدوار الفنانة نجمة إبراهيم هو تقمصها في دور ريا، واللي قدمته من خلال السينما المصرية في واحد من أشهر أعمال السينما المصرية على الإطلاق. طيب فاكرين الإفيه ده؟ قطيعة محدش بياكلها بالساهل، أهو الإفيه ده من أشهر الإفيهات السينما المصرية. برعت نجمة إبراهيم في أدوار الشر من خلال عدة أفلام، أهمها 4 بنات وظابط واليتيمتين وملك الرحمة. وعلى الرغم من ظهورها في أدوار الشر إلا إنها في الحقيقة كانت ست طيبة جدا، واتجوزت نجمة إبراهيم مرتين، المرة الأولى من الملقن عبد الحميد حمدي، والمرة الثانية من الممثل والملحن عباس يونس. وفي سنة 1932 تحولت نجمة إبراهيم من الديانة اليهودية إلى الديانة الإسلامية، وكانت من أشد الناس المؤيدة لثورة الضباط الأحرار، لدرجة إن الرئيس السادات منحها وسام الاستحقاق تقديرا لعطائها. ده غير إنها داعمة الجيش المصري في كتير من المواقف. في آخر حياتها أصيبت بضعف شديد في البصر، وسافرت لأسبانيا علشان تتعالج هناك على نفقة الدولة. بعد فترة من شفائها عانت نجمة إبراهيم من الشلل، واعتزلت الفن نهائي لحد ما ماتت في سنة 1976، وكتبت وصيتها إنها تدفن في مصر، وقد كان كذلك، لتنتهي قصة حياة فنانة يهودية مصرية مسلمة لن تأخذ حظها في السينما المصرية. تحية كبيرة لكل المخلصين لبلادهم. وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا، واللي بتمنى يا رب أنها تكون عجبتكم، وأشوفكم على خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.